موبايلك بيتجسس عليه. يا ترى أول مرة تسمع الكلمة دي ولا سمعتها كتير قبل كده؟ ويا ترى مصدقها ولا مستهون بالموضوع؟ أكيد حصل وسمعت قبل كده حد بيقولك إن موبايلك بيراقبك وبيتجسس عليه، وأكيد سمعت برضو عن تطبيقات بتسمح لنفسها تستخدم صورك وصوتك في التوليد بالذكاء الاصطناعي زي كاب كات في تحديثه الأخير. ولكن في الفيديو ده أنا مش جاي أكلمك عن كاب كات خالص، أنا جاي أقول لك النهاردة إن الموضوع فعلا خطير ولازم تكون حذر وما تديش للموبايل الأمان. وتابع معايا الفيديو ده للاخر وهحكي لك بعض التجارب اللي هتثبت لك بعد ما تجربها بنفسك ان موبايلك بيتجسس عليك. لا ومش بس بيتجسس عليك، ده بيجمع داتا عن كل تفاصيل حياتك. تطبيقات كتير جدا بتفتح كاميرات موبايلك الخلفيه والاماميه وبتطلع على كل شيء حواليها، وهقول لك ليه دلوقتي بعد ما تسمع القصه دي. لايك وشير الفيديو ده وصلي على حبيبك النبي ويلا بينا. سمعت حكايه حقيقيه عن ست كانت قاعده في عياده منتظره دورها، وهي قاعده في صاله الانتظار اللي كلها كراسي انتظار كانت بتلعب في الموبايل والموبايل في ايديها وبتقلب على السوشيال ميديا. الست دي وهي بتقلب لفت نظرها كرسي اصفر شكله عاجبها في الجنب اللي قصادها، ركزت نظرها مع الكرسي لمده 30 ثانيه مفيش غيرهم، وبعد كده كملت تقليب. وهي بتقلب بقى يقابلها اعلان لكرسي شبه الكرسي الاصفر اللي هي ركزت عينيها عليه من دقايق. ازاي بقى ممكن تكون دي صدفه؟ طيب لو افترضنا ان دي صدفه، اسمع مني بقى الموقف اللي حصل معايا انا شخصيا. في يوم من الايام كنت قاعد بتكلم عادي والموبايل راكن جنبي مش بلعب فيه ولا اي حاجه، وفجاه لقيت حد كان قاعد معايا طلع موبايله الجديد وفضل يتكلم عنه وعن امكانياته الخطيره، وانا شاركت في الكلام وقلت ان الموبايل ده عاجبني وفي اقرب فرصه هجيبه ان شاء الله. ومن وقتها كل ما ادخل على موقع الاقي اعلان للموبايل او حد بيشرح تفاصيل عن نفس الموبايل او امكانيات جديده في الموبايل او تحديثات الموبايل او اسعار الموبايل. فهل دي كمان ممكن تكون صدفه؟ لا، والجميل جدا ان انا جبت الموبايل بالفعل، وبعد ما جبت الموبايل يبطلوا يعرضوا لي اعلانات عن الموبايل ويبداوا يعرضوا لي اعلانات عن جرابات الموبايل. وده طبعا الى جانب مواقف كتير جدا شبيهه لدي حصلت معايا ومع غيري كتير جدا، ويمكن كمان بعض اللي بيسمعني دلوقتي حصل معاه موقف زي ده او موقف بشكل اوضح من ده، ويمكن كمان في اللي حصل معاه موقف بس ما شغلش باله او ما ركزش معاه. المهم خليني اقول لك الكلام ده بيحصل ازاي وليه ومين بيعمله. يؤسفني ان اقول لك يا صديقي ان كل تطبيقات التواصل الاجتماعي للاسف في ايد غير امين، وبتتصرف مع خصوصيه المستخدمين لمصلحتها عشان تحقق اكبر مكسب ممكن من كل مستخدم فيه. يعني مثلا التطبيقات اللي بتستخدمها بشكل يومي زي فيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب وغيرهم كتير، كل حاجه بتبحث عنها، كل حاجه بتتكلم عنها، كل حاجه نفسك تشتريها، كل شغلانه نفسك تشتغلها، حياتك، بيتك، اهتماماتك، ذوقك في اللبس، كل دي داتا بيجمعوها عنك بشكل يومي عشان وحضرتك بتقلب بشكل عشوائي يجيلك كل الاعلانات الحاجات اللي نفسك تشتريها، وكل اللي بيتكلم عن الحاجات اللي انت مهتم بيها عشان تفضل قاعد في المنصه وما تتحرك. كل دول بيحاولوا يوفروا لك كل حاجه تلفت انتباهك عشان يسرقوا من وقتك اكبر كميه ممكنه. لو ركزت شويه حضرتك هتلاقي معظم المنصات اللي ذكرتها وغيرها كتير بيملكها العدو نفسه، والعدو ده يا صديقي هدفه هو اننا نبقى مستهلكين للي هم بيصنعوه، ادوات بتكسبهم وهم نايمين. العدو ده عايزنا نقضي وقتنا كله وشنا في وش الموبايل وما بنقضيش مصلحة في حياتنا. العدو ده عايزنا ضعفاء ومهزومين نفسيا وملناش طموح في حياتنا غير اننا نبقى نجوم في اي ابليكيشن على اي موبايل. العدو ده عايزنا رهن تكة زر واحدة، وده حصل بالفعل لان الموبايل واخد حيز كبير من حياتنا. الحل يا سادة ان احنا نحجم دور الموبايل في حياتنا. الحل يا سادة اننا نتحكم في الموبايل مش نسيبه يتحكم في حياتنا وفي وقتنا وفي كل حاجه. وسامحوني طولت عليكم بس اسمعوا مني الطريقه اللي هنحاول من خلالها نحجم دور الموبايل في حياتنا ونحجب عن حياتنا اي عين احتمال تكون مراقبانا بالفعل. انا بالنسبه لي بقيت بتعامل مع الموبايل على انه شخص غريب وما ينفعش اتعامل معاه كانه حته حديده كده وخلاص. اول ما اكتشفت الموضوع ده واتاكدت من صحته مبدئيا كده جبت جراب مغطي الكاميرا الخلفيه للموبايل، يعني الكاميرا الخلفيه ما تبقاش شايفاني. تاني حاجه اني ما بسيبش الموبايل جنبي وانا نايم، ما باخدوش معايا الحمام، ودي لوحدها مصيبه لان في ناس ممكن تسمع مسلسلين 3 وهم في الحمام. بفصل النت عن الموبايل وانا نايم وكمان وقت عدم استخدامي ليه. بلغي السماح باستخدام الكاميرا والميكروفون من اي ابلكيشن بيطلب كده، وبختار الطلب في كل مره. واي ابلكيشن بكتشف فيه او بسمع عنه انه بيتجسس علينا
بوقف استخدامه فورا. لو وصلت لحد هنا في الفيديو فاكيد بشكرك جدا على المشاهده الجميله. نصيحتي لكل اللي تابع الفيديو لحد هنا انه يحذر من الموبايل ويتعامل معاه بحذر، لان الموبايل ممكن يكون اخطر بكتير من كل اللي قلناه في الفيديو. لو حصل معاك موقف زي ده من اي نوع، او موقف مع اي ابلكيشن او اي اداه ذكاء اصطناعي اكتشفت انها بتتجسس علينا، او اي موقف غير طبيعي، سيبه في كومنت وفيد غيرك. ولو لسه مش عامل اشتراك في قناه تكتيكا اضغط حالا على زر الاشتراك، عشان في مفاجآت قوية بمجرد وصول الفيديو ده ل100,000 مشاهدة أو وصول القناة ل10,000 مشترك، والمسابقات هتبقى مكملة معانا بقية الرحلة إن شاء الله. لو الفيديو ده ضاف لك معلومة مفيدة اعمل له لايك واشترك في القناة وابعت الفيديو ده لغيرك عشان يستفاد، وانتظرني في حلقات تانية كتير، وصل على النبي.